السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى عندنا الخميس يا جماعة. طبعا هنطلع بقى اللي في الطيور اهو. يوم الخميس ده بيبقى ايه يعني، بيبقى اخر الاسبوع، بتبقى الواحد مشطب بقى كل حاجة. الواحد مشطب كل حاجة لاني بجيب كمية كل حاجة يوم الخميس. بجيب كل حاجة يوم الخميس، يعني ممكن مش انا اللي اجيبهم، ممكن ابو سما اللي يروح يطلع يجيبهم كده معاه وهو جاي من الشغل. اي حد فينا يعني يجيب. لو مثلا عنده جلسة في مصر ولا اي حاجة انا اللي بطلع اجيبها. انا اللي بطلع بروح اجيب الحاجات من السوق. طبعا عشان اعمل بقى النهارده قلت امشي نفسي باي حاجه النهارده، فما ينفعش، لازم اعمل محشي ولازم اعمل كل حاجه النهارده. فالثلاجه فاضيه بقى كده، فتحت الثلاجه ما لقيتش فيها اي حاجه خالص، حتى حبايه طماطم ما فيهاش. كل حاجه بتشطب بقى يوم الخميس بقى، بروح املاها بقى بجيب كل اللي انا عاوزاه، اللي اقدر عليه واقدر اشيله بجيبه، اللي ما اقدرش عليه بخلي ابو سما يجيبوه لي معاه وهو جاي. بس انا عارفه يعني الحاجات الاساسيه انا اللي بروح اجيبها. يعني انا هعمل محشي النهارده، هعمل النهارده يعني اكل ايه، فالحاجات دي اللي بروح اجيبها. طبعا انا هعلف بقى الطيور دلوقتي، هعلف الطيور وهدخلهم واقفل عليهم، بحس ان انا ساعات بروح مشوار بحب كده ان انا اكل الطيور واقفل عليهم عشان خاطر ما يعني ما بقاش قلقانه وانا في اي مشوار. لان الفراخ زي ما انتم عارفين بتطلع عند الجيران وبتطلع هنا وهنا، فببقى قلقانه على الطيور يعني. هنأكلهم دلوقتي وهننزل بقى مع بعضنا كده، هوريكم برضو الثلاجه، وهوريكم هي فيها ايه، وهوريكم انا فتحتها صدفه كده وليش فيها حاجه. طبعا انا بفتحها كل يوم وعارفه انها بتشطب اخر الاسبوع. بس ايه، يمكن اول اسبوع ده تشطب مني كل حاجه. الفريزر طبعا انا مفرزه كل حاجه يا جماعه، يعني انا اقول لكم طماطم مش طماطم، لا مفرزه كميات كبيره طماطم. انا ما بجيبش الا بالعدايه طماطم وبفرز واحط في الفريزر. بس الحاجات دي الواحد بيشيلها الاوقات هو ما يقدرش يطلع فيها بره، ما يقدرش. لكن النهارده يعني ما فيش حاجه الحمد لله، هو انا اقدر اروح اجيب حاجتي واقدر اجيب كل اللي انا عاوزاه، اقدر اجيب يعني كل اللي انا عاوزاه. هعلف بقى الطيور كده، هسيب برضو على الحمام كده واطلعه. هفتح برضو على الحمام، هخليه برضو يطلع ياكل مع الطيور، لان بجد من ساعه ما حبسته وحاسه ان هو كاشش اهو، وخد بقى على القعده جوه. بس بجد لا، انا هقفل عليه تاني عشان خاطر اول ما فتحت الفراخ كلت البيض بتاع الحمام. يلا بقى انزلوا كده معايا تحت، خلينا نشوف بقى احنا هنعمل ايه وهنجيب ايه النهارده، والتلاجة فيها ايه وهنحط فيها ايه باذن الله. وده حال التلاجة في اخر الاسبوع، يعني مفيش اي حاجه خالص، بتبقى مشطبه. يعني نزلت بقى عشان اعمل غدا ولا فطور، مفيش اي حاجه. فعلى طول بسرعه هروح بقى السوق دلوقتي ان شاء الله، اجيب كل حاجه قدامكم. طبعا انا مش بروح السوق على طول باستمرار، ممكن اروح قبل السوق بيوم، بس النهارده بقى قررت ان انا اروح السوق اجيب الحاجه بس المهمه قوي. دي التلاجة يعني. الفولادر بقى عندي اهو ما شاء الله. الفولادر لا مليان لاخر. دي ميه كده، طبعا ده عيش. الفولادر ده يا جماعه من اروع يعني من اروع الفولادرات. انا بحب الفولادر ده جدا عن الفولادرات اللي هي بتاع ده اللي دراج. مش بحب الفولادرات اللي دراج خالص، ما بتشيلش حاجه، يعني تحط فيها الحاجه محدوده خالص يعني اهو. طبعا انا بحط بقى فيه كل حاجه بحطها. دي قرص يا جماعه على طول باستمرار بتبقى موجوده في الثلاجه، عامله قرص باستمرار وحطها كده في الثلاجه للفطور. بالليل اطلع مثلا شويه يعملوا كده يفكوا، على الصبح يرجعوا زي ما يكون لسه معمولين. انا قرص بعملها كده عاديه في البيت، وممكن ابقى اعملها معاكم ان شاء الله. جميله جدا جدا بالحليب والسمنه. ما بحطها كده في سله ومكيساها وحطها. كل حاجه بتبقى موجوده بقى في الفريزر، بس برضه لسه في حاجات كماليات ناقصاها يعني. طبعا الفريزر تحت حاطه فيه الفواكه، ده حليب بدوي وجمد كده للمعجنات والحاجات اللي انا بعملها. بس طبعا
طبعا مفرزه بقى طماطم، دي شوربه برده مفرزها في الكيس يا جماعه. مفرزه طماطم، الجنب ده كله مفرزه فيه طماطم. وده حليب ميلدو عشان يعني لازم ما اكلش الحليب قوي، فانا بخزن الحليب برده عادي، بس المثلج واما اعوز بطلع الفوق. ده الحب الكسكات كده اللي كانوا طيبين يوم العيد. قولوا لي يا جماعه، انا بجيب الاولاد بجيب كراتين كامله الاولاد، كرتونه كامله تخلص واجيب غيرها. الجيلاتي والايس والكلام ده كله بجيب لهم برده كراتين عشان ما ياكلوش حاجه من بره، ما يخرجوش بره. طبعا احنا هنروح بقى السوق وهنجيب بقى الحاجات اللي ناقصانا، ونرجع بقى نعمر الثلاجه تاني، عشان اليوم اي حد بتمر عليه من اخر الاسبوع ده ما بيبقاش فيه اي حاجه في الثلاجات، عشان احنا ما بنروحش كل يوم. يعني يمكن في ناس في القاهره وكده تبقى لها سوق جنب بيتها، فكل يوم بيبقى سوقهم يجيبوا على قد يعني. رجعت بقى من السوق اهو بعد هدة حيل. طبعا انا ما ببقاش قادره اشيل اي حاجه، بجيب على قدي والله. لسه داخله طبعا يعني اهو. طبعا انا جبت بقى الحاجات اللي انا محتاجاها قوي، وبعد كده ابو سما اللي عاوزه بقى هو هيجيبه معاه، بس انا محتاجه الحاجات دي يعني، او لازم انا اجيبها بنفسي. وطي التلفزيون يا ليه. طبعا انا جبت مانجا، لقيت المانجا حلوه جدا جدا. لقيت المانجا دي جميله، انا بجيبها للعصاير وكده. كله ب 15 جنيه، حلوه قوي يعني. جبت 5 كيلو. جبت الجوافه برضو، وبنقي الجوافه الحلوه دي الناشفه عشان ما تبصش مني من الثلاجه اهو. حلوه برضو جميله الثلاجه بتاع الجوافه. جبت ال2 كيلو ب5، قصدي ال3 كيلو ب10. جبت ال3 كيلو ب10 اهو، حلوه جدا يعني. ما بحبش الجوافه اللي هي كتير. طبعا احنا هناكل واللي هيفضل هنفرز. العنب ده طبعا العنب الوحيد يا جماعه سبحان الله اللي ما بيفضلش في الثلاجه خالص، بيبوظ. انا جايبه برضو 5 كيلو هم على بعضيهم. على ما جيت بقى في الحر طبعا انا ما بقدرش امشي، انا باخد توك توك وانا رايحه وتوك توك وانا جايه على طول، اجيب الحاجات بتاعتي كلها فيه، بس الجو بيبقى حر. عاوزه تحافظي بقى على العنب بتاعك، هاتي حل المونيا ما تغسليش، محدش يغسل العنب، طلعيه من الكيس وحل المونيا وغطيها وحطها في الثلاجه. هتسقع طبعا، الحله هتسقع فهتدي رطوبه جامده للعنب، فمش هيبوظ منك ولا حاجه. انا مش هغسله طبعا، احطه زي ما هو، وتطلعي بقى واحده بواحده كده، شويه بشويه، وتغسليهم على قد الاكل. البطاطس برضو حلوه جدا اهو. البطاطس برضو ال3 ب10، حلوه اهو ما شاء الله، حلوه يعني. انا جايبه 6 كيلو ب 20 جنيه. احتجت برضو رز اهو، احتجت برضو الرز. جبت عندي بقى رز كده بجيب يعني، ده الكيلو، ده الكيلو الرز ده ب8 جنيه. بس فيه رز كده بيبقى جايباه، بس ما جبتش منه النهارده. في رز بنبقى جايبينه يعني ببقى جايباها انا للطيور، بعمله للطيور على طول. الكيلو ب6 جنيه، حلو يعني، بجيبه على بعضيه، فبيبقى مفيد للطيور. فبحس يعني ايه، بقول ده الكيلو العلف ب8 جنيه، فاعمل كيلو رز بيملى حله بقى على العيش على الكلام ده كله، فبيفرق الموضوع قوي. طبعا احتجت شاي، جبت برضو معايا نص كيلو شاي، لان انا بجيب الشاي على بعضيه. طبعا يا جماعه الكرنب بقى هو اللي مولع. مفيش دلوقتي يعني الحد والخميس. الحد بجيب فيه بقى الفلفل والبتنجال والكوسه والكلام ده كله نحشيه، بس يوم الخميس بنجيب الكرنب بقى. الكرنب مولع الايام دي يعني. الكرنبه الصغيره دي ب10 جنيه، والراجل ما كانش راضي كمان، لان الكرنب الايام دي مولع جامد يعني. طبعا الخضره برضو، الخضره نار. الرفه يا جماعه الصغيره دي، رفه الخضره الصغيره دي ب2 جنيه. ب2 جنيه يعني هو بيقول ب3، انت تقول له ب2 يعني ممكن يديك لما تكوني لما تكوني عاوزه تاخدي على بعضيها. انا بجيب برضو خضره كتيره سواعي على بعضيها. انا كنت مفرزاها في الثلاجه الفتره دي كلها، واحطها في برطمان بلاستيك، واقصها بالمقص حاجات صغيره كده، واحطها في قلب اكياس صغيره كده، واحطها في قلب برطمان. فصراحه ما بتبصش هي والسبانخ، ما بتبصش ولا بيجرى لها حاجه. الفتره اللي عدت دي كلها كنت بعمل منها، بس اما خلصت بقى النهارده واحتجت اجيب. لما بترخص بقى بجيب على بعضيه واعمل وافرز واحط في الثلاجه، بتبقى حلوه قوي يعني. ايوه التسويقه بقى بتاعتنا اهي. اللي سويناها النهارده طبعا على قدي، عشان ما بقدرش اشيل وكده. جبت بقى الحاجات اللي انا محتاجاها قوي، بحس تحط في الثلاجه يومين ولا حاجه، ونرجع بقى اللي احنا نعوزه نجيبه تاني.
طبعا احنا هنعمل بقى المحشي وهنعمل الكرنب وهنعمل كل حاجه. بما ان القناه مش محتواها اكل، فانا ما بحبش اتعب نفسي والله في الاكل عشان ما يبقاش فيه مشاهدات. فانا هجيب يعني اللي اقدر عليه هعمله قدامكم، واللي مش هقدر خلاص هجيب لكم الاكل جاهز كده وتشوفوا المنظر الاخراني. وطبعا عملت يا جماعه اهو، انا عملت بسله. البسله دي كنت مفرزاها في الفريزر، وعملت بقى كل حاجه اهو معاكم. ما شاء الله. وعملت برضو حلويات، لان انا بحب اعمل حلويات كده يوم الخميس واشيلها ليوم الجمعه. بناكلها يعني يوم الجمعه. دي لحمه طبعا، والبسله اهي. ما شاء الله شكلها يعني يفتح النفس زي ما انتم شايفين. وعملت بقى كل حاجة ووضبت كل حاجة بقى، وبألف هنا وشفا لينا وليكم. وعملت برضو بتاع ده منبر اهو. عملت المنبر ما شاء الله. ولادي بيحبوه برضو جدا جدا. عملت برضو الكرنب اهو بسرعة لسه بسخنة وزي الفل. يا رب الأكل يعجبكم ويا رب الفيديو يعجبكم. طبعا أبو سما جاب موز معاه حطت برضو. كنت عاوزة أعمل برضو كوسة، وجاب كوسة معاه برضو كنت عاوزة أعملها، بس جابها متأخر بقى. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية، ويا رب الفيديو يعجبكم، وبألف هنا وشفا لينا وليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.